زكريا الوردي زاد سنة 1998 بشمال المملكة المغربية، وبالضبط مدينة تطوان اللي صبح عدد سكانها كيتجاوز 277 ألف نسمة وفق آخر إحصاء للسكان والسكنة اللي جراته المملكة سنة 2014. البداية ديالو في عالم كرة القدم كانت من مدرسة المغرب التطواني اللي تم تصعيده للفريق الأول سنة 2016. من بعد ما قضى 3 سنوات رفقة المغرب التطواني رصدته عيون الرجاء، ولطالما كان هو حلم زكريا الوردي حمل قميص نادي الرجاء الرياضي، واللي تحقق سنة 2019. ووقع زكريا الوردي العقد ديالو ل3 سنوات مع الرجاء. صغري كان تعز عليه فريق الرجاء البيضاوي، والحلم ديالي كان هو نلعب فريق الرجاء البيضاوي، واليوم الحمد لله سين 3 مواسم ونصف ان شاء الله مع فريق الرجاء البيضاوي، وكنتمنى ان شاء الله نكون في حسن الجمهور ان شاء الله. 3 سنوات رفقة الرجاء الرياضي حصد فيها زكريا الوردي 3 ديال الألقاب: السوبر الإفريقي في أول موسم له، ولقب البطولة سنة 2020، وكأس الاتحاد الإفريقي سنة 2021. من بعد ما دار الاسم ديالو في الرجاء انتهى العقد ديالو، ورغم محاولات الرجاء للتجديد في كل المحاولات باءت بالفشل، وأصبح لاعب حر ويمكنه مناقشة كافة العروض وانتقال أي نادي مجانا وبلا ما تستافد الرجاء والو من الانتقال ديالو. وفي مفاجأة الأسبوع، أمس رئيس الزمالك يعلن انفصال الزمالك بشكل رسمي عن زكريا الوردي بعد ما دخل في أزمة نفسية في انتقادات جمهور الزمالك والإعلام المصري المستوى ديالو، وحملوه مسؤولية الهزيمة وخسارة السوبر أمام الأهلي المصري. بعد المباراة أمير مرتضى منصور اتكلم وقال إن زكريا الوردي سيتحدد مصيره في خلال الساعات المقبلة بقرار من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور اللي هيعلن عن الموقف. ليه؟ لأن اللاعب يعاني حالة نفسية سيئة منذ خسارة الزمالك أمام الأهلي، وإحساسه بأنه هو اللي تسبب في هذه الخسارة. طيب، ممكن الموضوع ده ليه شقين يعني. الشق الأولاني هو نفسي، إنه الضغط النفسي أحيانا بيبقى صعب، وإنه ممكن تبقى بتطالب الجمهور بالهدوء وقت الانتقادات. هي دعوة للسيد عزيز البدراوي، ولطالما أن الرجاء كان دائما فاتح الباب لأي اسم حامل قميص الرجاء الرياضي لانتشال موهبة زكريا الوردي من الضياع بعد ما دفع ضريبة السمسارة في عالم كرة القدم.